عنها افتح. شوفوها بنات. ومثل ما قلت لكن تحضيراتي لهذا العيد لحد الآن مقررة أسوي كليتشة، واليوم سويتها، وأنا من الناس اللي يحبون يغيرون. سويت الكليتشة اليوم بطريقتين غير الطرق اللي كنت دائما أسويها سابقا. كل طريقة هيئت مقاديرها وعجنت العجينة، وبعد ما كملت الاثنيناتهن بلشت بالتشكيل. بالبداية حضرت التمرات مقدار تقريبا نص كيلو تمر، وخرت النوى مالته وخليت شوية دهن بالطاوة، خليت دهن حر، وخليت التمر وشوية هيل وعجنته تقريبا 5 دقائق مو أكثر على نار هادئة. وهاي المرة التمرات كانن كلش لينات عكس العام كان التمر مالتي كلش قوي. بالنسبة للطريقة الأولى واللي دا أعجن بيها، مكوناتها 3 أكواب من الطحين، كوب دهن، كوب لبن خاثر، 1.5 كوب جبن مبروش، ويفضل الجبن الأبيض. بس هاي المقادير. وبهاي الطريقة ما نحتاج لا بيكنج باودر ولا خميرة خبز. أما بالنسبة للملح، إذا شفنا الجبن كلش مالح فبعد ما نحتاج نخلي له ملح. ومثل ما قلت لكم يفضل الجبن الأبيض حتى تبقى عجينة الكليتشة بيضة. وبالنسبة للطريقة نفس طريقة عمل الكليتشة العادية. بالبداية نخلي الطحين ونخلي فوقه الدهن، ونستمر بعملية الفرك والتفتيت لحد ما يتجانس الدهن بشكل جيد ويا الطحين، وبعدين نضيف اللبن الخاثر، وفوقه نضيف الجبن، ونستمر بعملية العجن لحد ما تتكون عندنا العجينة، عجينة الكليتشة. بعد ما كملت تشكيل العجينة خليتها على صفحة وغطيتها، وبلشت أسوي بالعجينة الثانية. العجينة الثانية مقاديرها 4 أكواب طحين، كوب دهن، كوب لبن خاثر، 3 بيضات، ملعقة أكل بيكنج باودر. أنا ما خليت ملعقة أكل بيكنج باودر، خليت لها ملعقة شاي بيكنج باودر، ونص ملعقة كوب ملح. بالبداية خفقت البيض وخليته على صفحة، وبلشت بالطحين خليته بطاسة كبيرة، بعدين ضفت له الدهن، ونفس الطريقة أستمر بعملية تفتيت وفرك الطحين ويا الدهن لحد ما يتجانس الطحين ويا الدهن، وبعدين أضيف المواد الثانية اللي هي البيض واللبن الخاثر لحد ما تتكون عندي عجينة الكليتشة. ولا تنسون الملح بالبداية تخلوه ويا الطحين، وأيضا الهيل لا تنسوه مقدار ملعقة كوب لكل وحدة من الطريقتين، يعني ملعقة كبيرة أقسمها بالنص. وما دام دا أسوي كليتشة إجا ببالي سؤال، وهذا السؤال أكيد راح يتوجه للمتابعات أكثر مما يتوجه للمتابعين، لأنه بشكل عام النساء هي اللي تسوي الكليتشة، أما الرجال ما أعتقد يعني هم يبادرون ويسوون كليتشة، ولكن ربما يساعدون أمهاتهم، خواتهم، زوجاتهم. بس أريد من عندكم تجاوبون على سؤال بصراحة، أي خطوة من خطوات عمل الكليتشة تتعاجزون منها أو تضوجون منها؟ مرحلة العجن، لو مرحلة التشكيل، لو مرحلة الشوي؟ وربما بعضكم راح يسألني إلي أي خطوة من خطوات عمل الكليتشة تضوجين منها وتتعاجزين منها، فراح أجاوبكم من هسه. مرحلة العجن كلش أحبها، مرحلة التشكيل أتسلى بيها وأتونس بيها، بس مرحلة الشوي لا والله أضوج من عندها وأخاف منها بصراحة، لأنه ما مرة شويت كليتشة إلا ما شويت بالفرن. ولو نرجع للواقع، مشكلة الكليتشة تاخذ من عندك وقت، يعني مو مال ربع ساعة ونص ساعة، لا قاعدين لها فرد قاعدة فالساعة، ساعة ونص. وربما هم الوقت هم إلى تأثير، الإنسان ما يحب يتقيد بشيء لمدة طويلة، يحب دائما ينجز الأعمال بأوقات قصيرة ما تاخذ من وقته هواي. الكليتشة لا، تاخذ من وقت الإنسان شوية فترة طويلة. وهسه خل أرجع وياكم من عجينة الكليتشة مالتنا. بعد ما نكمل تشكيل العجينتين اثنيناتهم نتركهم تقريبا 10 دقائق لحد ما شوية ترتاح العجينة، وبعدين نبدي بالتشكيل. وأريد أسأل سؤال ثاني، إيش تعتقدون بنات، أي عجينة أبيض؟ عجينة الكليتشة اللي بيها جبن لو عجينة الكليتشة اللي بيها بيض؟ وأنا هسه راح أجاوبكم، أكيد عجينة الكليتشة اللي بيها جبن أبيض من عجينة الكليتشة اللي بيها بيض، والسبب وجود صفار البيض كونه لونه أصفر، أكيد راح يأثر هذا اللون على عجينة الكليتشة. لذلك ينصح بالنسبة للعجينة اللي بيها جبن إنه يكون الجبن لونه أبيض، لأن أكو جبن لونه أسمر. الكليتشة اللي دا أسويها أني تعتمد على المهارة والخيال، ما شاء الله على خيالي ومهارتي.
وبالتلا حاطة القوالب وتشتغل بيها. وانتم بعد اختاروا الاشكال اللي تعجبكم، تقدرون تعتمدون على خيالكم الشخصي او تستعينون باليوتيوب. هواي اكو طرق واشكال العمل الكليتشة يقدر واحد يستفاد منها. وهذا المقص مو لأي استعمال، وإنما أنا مشترية 2 مقاصة، واحد صغير وواحد كبير، ذل مخصصتهن فقط للمطبخ، أستعين بيهن أحيانا بعض الشغلات اللي أحتاجهن بيها. ورغم وجود عدة طرق العمل الكليتشة، بس لو نرجع للواقع وللحقيقة كل الطرق تؤدي إلى روما. الطريقة الأصلية لعمل الكليتشة تبقى هي الأساس، واللي هي مقاديرها عبارة عن 3 أكواب من الطحين، كوب دهن وكوب مي أو كوب حليب، ويا شوية بيكنج باودر أو شوية خمرة وشوية ملح. هي هاي الطريقة المعروفة واللي احنا توارثناها بصراحة أبا عن جد. وسبحان الله إيش قد نسوي كليتشة، تقريبا كل عيد أنا أسوي كليتشة، بس تبقى كليتشة معينة ماكلتها في يوم من الأيام أعتبرها هي أفضل كليتشة ماكلتها. في أحد الأيام جابونا بيت عمتي اللي مسويتها كليتشة، والله العظيم ذاك يوم وهذا يوم ما أكلت مثلها نهائيا. لحد الآن طعمها جو لساني، وأعتقد ربما يكون السبب بالطحين، أو ربما يكون السبب بالفرن، أو ربما يكون السبب اختلاف شوية بالمقادير، يعني هذا هم يأثر. أنا بنات من أسوي الكليتشة برجب وبالعيد أطلع من عندها ماعونين لجيراننا، أعتبرها بثواب أمواتنا، هاي دائما. عندي مجموعة قوالب تقطيع، هذا الشكل كلش عجبني، شكلت بيه أكثر من وحدة. وهسه شوية خل أحكي لكم عن شو الكليتشة. قبل كنت أدخل الصينية مالت الكليتشة بالفرن، وبعدين أفتح نار الفرن، خصوصا النار الجوانية. من أشوف الكليتشة استوت من جوا، بعدين أفتح العين الفوقانية، وبكل الأحوال تكون النار هادئة. هسه لا والله، هسه شقومت أسوي؟ قبل ما أدخل الكليتشة بالفرن أفتح نار الفرن لمدة تقريبا 10 دقائق، خصوصا النار الجوانية، وتكون النار متوسطة. بعد ال10 دقائق راح أوطي نار الفرن وأدخل صينية الكليتشة بحيث تستوي على كيفها على نار هادئة تقريبا لمدة ثلث ساعة 10 دقائق. وبالأخير أفتح العين الفوقانية إذا أريد وجه الكليتشة يقسب. وأكو بعضهم ما يحب وجه الكليتشة يقسب من فوق، يريد يبقى وجهها أبيض. وأنا بصراحة بنات أحب يكون وجه الكليتشة من فوق أبيض وتكون مستوية كلها. وهنا تشوفون بنات عود قلبت العجينة مالت الكليتشة بالسمسم، بس من شويتها بالفرن أباوع السمسم 3/4 وقع. وآخر خطوة قبل ما أدخلها بالفرن أمسح وجهها بصفار بيضة وملعقة كبيرة من الحليب، أخبطهن سوا وأمسح وجه الكليتشة بيها وأدخلها بالفرن. وسهمكم العافية حبايب. أنا سويت هاي الكليتشة قبل العيد بعدة أيام، ونزلت هذا الفيديو حتى يكون تحفيزي للبعض مو للكل، لأن كلش عادي وحدتنا تتعاجز أو تتكاسل أو تتماهل ما تسوي كليتشة. هذا الفيديو وربما فيديوهات أخرى القنوات الثانية راح يكون تحفيزي بالنسبة للبعض حتى يسوون الكليتشة ويفرحون بها أولادهم وعوائلهم. هاي الكليتشة سويتها يوم السبت بعد الظهر مباشرة، قلت أكملها ووراها أبلش بالفطور، وبالفعل كملتها والحمد لله والشكر تقريبا الساعة 3. وبالنسبة للحشوة احنا روتينيين، فقط نستخدم التمر، وإذا شي ثاني وياه هو الجوز فقط لا غير، لأن أعرف ربعي ما يحبون غير التمر، فعلي من أتعب روحي. لما أسوي الكليتشة وبيها حشوة غير التمر أجي ألقي الكليتشة مفلشة، والله يفلسون بيها ويشوفون تمر ياكلون، مو تمر يذبوها. أما طعم الكليتشة بالنسبة للطريقتين أكلت من عندها بعد الفطور ويا الشاي، كان طعمهم اثنيناتهم طيبات، ماكو فرق بيناتهم. بنهاية الفيديو أهنيكم بالعيد السعيد، وإن شاء الله يكون هذا العيد عيد خير وبركة وأمان وسلام على الجميع، وربي يتقبل منا ومنكم صيام هذا الشهر الفضيل. أستودعكم الله مع ألف سلامة. هاي كليتشة الجبن، خلينا نشوفها.